السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المتابعين في حلقة جديدة وفي عدد جديد كما عودناكم كل يوم عدد. وهذا اليوم سوف نقدم لكم الفوز التاريخي للمنتخب المغربي ضد نظيره البلجيكي. أول مباراة يقدم مباراة كبيرة ضد وصيف بطل العالم المنتخب الكرواتي ويتعادلون فيها سلبيا 0-0. الجميع قال أنها نتيجة ربما حظ وربما أنها لم تكن عادلة، ولكن المنتخب المغربي وصل العمل وعمل مجددا ضد المصنف الأول عالميا المنتخب البلجيكي العملاق بنجومه الكبيرة دي بروين، هازار، لوكاكو. جميع نجومه كانت حاضرة. المنتخب المغربي يفرض سيطرته ويفوزون ضد المنتخب البلجيكي 2-0. المنتخب المغربي فاز على نظيره البلجيكي بكل الطرق، سواء في الجرينتا، سواء في التكتيك، سواء في اللعب، سواء في الهجوم، سواء في الدفاع، سواء في وسط الميدان. سيطروا بالطول والعرض على المباراة، قدموا أفضل مباراة لهم ربما في تاريخهم في كأس العالم. يعني بالرجوع إلى تلك المباراة، أول شيء إصابة الحارس بونو بعد أداء النشيد الوطني المغربي، خروجه ودخول محمدي مكانه. رغم ذلك لم يتأثر المنتخب المغربي، واصل العمل وعند بداية المباراة المنتخب المغربي بدأ في فرض سيطرته على نظيره البلجيكي، ولكن الجميع قال أن ربما تلك الحرارة التي دخل بها اللاعبون المغاربون، ولكن المنتخب المغربي واصل سيطرته على المباراة وقدم كل شيء له. يعني أقول لهم برافو برافو برافو، حقا كنتم رائعين وقدمتم أفضل مباراة. المنتخب المغربي قدم مباراة رائعة وربما وضع قدما في الدور الثاني من المونديال. نتيجة المنتخب المغربي ضد بلجيكا كانت 2-0، 2 للمغرب و0 لبلجيكا. في المباراة الأخرى مباراة المنتخب الكرواتي ضد نظيره الكندي، الجميع انتظر أن تكون ردة فعل للمنتخب الكندي، ولكن بعد تسجيل الهدف الأول لكندا بعد دقيقة واحدة من اللعب أتى الرد عن طريق الكروات، وانتهت النتيجة 4 لكرواتيا و1 لمنتخب كندا. منتخب كرواتيا أيضا بسط سيطرته على المنتخب الكندي وعاد في النتيجة، وربما أعطى دافع للمنتخب المغربي من أجل التأهل للدور القادم. حسابات التأهل تبقى معقدة. المنتخب المغربي يواجه المنتخب الكندي، المنتخب الكندي فقد كل حظوظه في التأهل للدور القادم، ولكن يبقى أنه سوف يشارك في تلك المباراة ويقدم مباراة كبيرة. أما المنتخب البلجيكي والمنتخب الكرواتي سيكون ضد بعضهم، وأي نتيجة أخرى سوف تفيد المغرب. ربما التعادل قد يؤهل منتخب كرواتيا في 5 نقاط ويصبح منتخب بلجيكا 4 نقاط، ولكن الشيء الذي يحفز المغاربة في حالة الانهزام لعل وعسى وإن شاء الله لن ينهزمون ويفوزون ضد المنتخب الكندي، يصبح المغرب لديهم 2-0 ضد بلجيكا، لديهم فارق 2، والمنتخب البلجيكي يفوز ضد نظيره الكرواتي مثال 1-0، يصبح المنتخب البلجيكي +1 والمنتخب المغربي +1. لذلك تدخل فيها بعض الحسابات في المواجهة المباشرة، ويتأهل المغرب بفضل فوزه على المنتخب البلجيكي 2-0. أيضا لو يفوز المنتخب البلجيكي يتأهل المغرب تلقائيا، لو يفوز المنتخب الكرواتي يتأهل المنتخب المغربي. يعني حظوظ المنتخب المغربي في التأهل كبيرة جدا، خاصة أنه يلعب على الفوز ضد كندا وأيضا التعادل. الفوز ربما سيؤهل المنتخب المغربي في الصدارة، وإما التعادل قد يؤهله في المركز الثاني، خاصة بنعود للمجموعة التي سوف تواجههم، مجموعة منتخب ألمانيا ومنتخب اليابان ومنتخب إسبانيا ومنتخب كوستاريكا. كوستاريكا يقلب الطاولة ويفوز على المنتخب الياباني. يعني بالعودة للحديث مباراة نقوم بمشاهدة بعض من اللقطات ونقوم بتحليلها للمنتخب المغربي. المدرب وليد الركراكي قدم مباراة رائعة، سيطرة على كل النواحي ضد المنتخب البلجيكي. بداية وأول كرة وتسديدة من بوتشواي، ولكن الحارس منير المحمدي يقدم مباراة رائعة بعد دخوله مكان الحارس بونو. هنا تعود الكرة للمنتخب المغربي. زياش قدم مباراة كبيرة هذه المباراة، زياش، بوفال، حكيمي، مزراوي، كلهم نجوم كلهم نجوم. هنا تصويبة زياش في الدقيقة 20، وهنا مراوغة كورتوا الرائعة للنصيري لا ننساها، أيضا مراوغة كانت عالمية. وهنا المنتخب المغربي يسجل هدف رائع في الدقيقة 45 والجميع فرح بهذا الهدف، ولكن في النهاية الهدف كان تسلل عن طريق غانم سايس الذي حجب الرؤية عن الحارس كورتوا وكان هو في وضع التسلل. ورفض الحكم للهدف للمنتخب المغربي ضد المنتخب البلجيكي، رأس غانم سايس كان متسلل. يلا نعود في الشوط الثاني. المنتخب البلجيكي
بدأ في الصعود قليلا نحو الهجوم، وذلك ما أعطى المغرب حرارة في اللعب وأعطاهم حرية في بناء اللعب نحو الهجوم. هنا كرة هازار يراوغ ويسدد، ومنير المحمدي يتألق. قدم مباراة كبيرة منير المحمدي. هنا من زياش تحويل الكرة إلى بوفال، بوفال يتقدم بالكرة، بوفال يراوغ، بوفال يسدد وقريبة من الحارس كورتوا. الدقيقة 64 هنا مراوغة ميرتنز والتصويب، ولكن المحمدي قلت لكم قدم مباراة كبيرة رغم دخوله في بعد التسخينات ضد بعد إصابة الحارس بونو. وهنا تأتي مخالفة للمنتخب المغربي والتصويبة من اللاعب المغربي، والكرة تدخل في شباك. هذا اللاعب قام بدخوله بدقائق قليلة ويسجل الهدف. هدف رائع. غانم سايس أيضا كاد أن يكون في موقف تسلل ويمحي الهدف، ولكن الحمد لله لم يدخل في التسلل، وبذلك الهدف احتسب. الصابري لاعب سامدوريا عند دخوله سجل الهدف الأول. يعني هدفين متتاليين للمنتخب المغربي، الأولى رفض والثانية بنفس الطريقة ضد المنتخب البلجيكي. وهنا في الدقيقة 89 حمد الله وحده للكرة يصوب، ولكن تضيع. الدقائق الأخيرة المنتخب المغربي سيطر بالطول والعرض على المنتخب البلجيكي، لم نشاهد ردة فعل المنتخب البلجيكي. هنا كرة ينطلق بها زياش ويقوم بالتمرير أبو خلخال ويسجل الهدف الثاني. كورتوا ذهب في الريح. هدف رائع، فرحة عارمة للمغاربة وتأكيد الفوز ضد أحد أقوى المنتخبات العالمية، وربما لن نشاهد المنتخب البلجيكي في الدور القادم بعد تألق المنتخب المغربي وفوزه عليه. هدف رائع، فرحة عارمة لجل اللاعبين، المدرب، للشعب المغربي، ونبارك لهم هذا الفوز وإن شاء الله التأهل للدور القادم. إلى هنا هذه تفاصيل هذه المجموعة. تصدر المجموعة الآن يتصدر المنتخب الكرواتي بفارق 3 أهداف بعد فوزه 4-1 ضد كندا. يأتي في المركز الثاني المنتخب المغربي بعد فوزه 2-0 ضد المنتخب البلجيكي. ويأتي المنتخب البلجيكي في المركز الثالث ب3 نقاط بعد فوزه على كندا 1-0 في المباراة السابقة، والمنتخب الكندي ب0 من النقاط ويقصى رسميا من البطولة. يعني أبارك للشعب المغربي ونبارك لهم على هذه المباراة وهذه المباراة الكبيرة. أيضا الشعب البلجيكي في بلجيكا وفي بروكسل، سنضع لكم صور هنا. أحداث شغب بعد نهاية المباراة وفوز المغرب ضد منتخب بلجيكا، أحداث شغب وتكسير وتدمير للشعب البلجيكي سخطا على هزيمة منتخبهم ضد المنتخب المغربي. إن شاء الله المباراة القادمة يوم الجمعة ضد المنتخب الكندي، المنتخب المغربي يدخل بسيطرة ولا يحسب أي تعادل أنه يؤهل، يدخل للفوز من أجل التأهل في المركز الأول. يا رب نتمنى لهم كل خير، أتمنى التأهل للمنتخب المغربي. في هذه الحلقة أعطيناكم إحصائيات وما هي الاحتمالات التي تؤهل المنتخب المغربي إما في صدارة المجموعة إما في المركز الثاني. نتمنى أن يقدموا مباراة كبيرة ضد المنتخب الكندي، يفوزون ويتأهلون ويتأهلون في الصدارة. وإن شاء الله إن تأهلت ألمانيا في المركز الثاني تواجه المنتخب المغربي ويقسم المنتخب المغربي. برافو أولاد الأطلس، شكرا لكم على هذه الملحمة الكروية وربما أفضل مباراة للمنتخب الأطلسي في كأس العالم. نتمنى أن نجدكم أفضل في المباراة القادمة. نلتقي في الحلقة القادمة. نرجو أن تنال الحلقة إعجابكم. حلقة كانت قصيرة عن المنتخب المغربي. نتمنى الاشتراك وتفعيل الجرس وتقديم آرائكم حول المنتخب المغربي، وهل يمكنه التأهل للدور القادم أم لا؟ هل سيفوز ضد كندا أم لا؟ وما هي المنتخبات الإفريقية والعربية التي ستمر إلى الدور الثاني؟ شكرا لكم، نلتقي في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.